في الدنيا تستحق يتقال لها انت العيد والعيديه غير توليفه القهوه دي. تعالى اما اقول لك عليها. 100 جرام من البن الهند الارابيكا اللي في اخر درجات الوسط بيديك طعم الشوكولاته. 75 جرام من البن الجيتومالي اللي بيديك نفس طعم الكولومبي بس ما فيهوش اي نسبه مراره، فهناخد منه 75 جرام هو البن الجيتومالي. 50 جرام من البن البرازيلي اللي مرارته قليله جدا وبيديك كريمه عاليه جدا. بقى وش الفنجان ب 25 جرام من البن الاندونيسي. وبكده احنا عملنا الربع كيلو. لو عايز ساده روح اطحنه، ولو عايزه محوج تعالى اقول لك انا هحوجه ايه. التحويجه في الفنجان ده فهناخد لها 10 جرام من الحبهان، شويه ورد وشويه قرنفل كده بحسهم بيدوا روح حلو قوي للقهوه، وحوالي 2 جرام مش هيأثروا في حاجه. هنا هناكل لحمه واللحمه هتكبس على نفسنا، فعايزين حاجه تدينا طاقه وبار، فده الجينسنج بقى. الجينسنج الكوري ده واحد من الحاجات اللي بتدي طاقه وبار جدا لو انت بتروح الجيم بقى وعايز حاجه ايه تفوقك وتديك طاقه وبار كده، فاستعمله. فهنحط ايه حوالي 3 تعوات كده. هنقلب خلطتنا الجميله وهنروح ننزل بيها في مطحنتنا، وتعالى نعمل منها فنجان لان برضك ايه مطبق وعايز حاجه تظبط لي مزاجي. سلام. بص يا اسطى، شايف دي بقى متعه القهوه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وده واحده من احلى فناجين القهوه اللي انت ممكن تشربها.